انا جايه وجايبه فطير صحي سهل سريع لاصحاب الدايت او لاصحاب الاكل الصحي. انا عملت فطيره النهارده ولا اروع من كده فطير او كيكه زي ما بتسموها او زي ما تحبوها. انا عملت فطائر صحيه او كيكه صحيه، ممكن تنفع فطار صحي الصبح او عشاء لاصحاب الاكل الصحي. الفطيرة دي مش هتصدقوا عملتها بايه. كل ده طلعت من مكون العدس. انا جبت كوب من العدس وبدأت انقعه في مية مغلية واسيبه ساعة اتنين تلاتة جنب مني كده، وغطيت عليه وسبته لحد ما خد ودة كده واتنقع براحته خالص. بس لازم يكون مية مغلية. وبعد كده مسكته شطفته شطفة كويسة جدا، وكل المية اللي فيه نزلتها وغسلته كويس بالمية علشان الريحة والطعم بتاعه ما يبقاش باين معايا في الوصفة الجميلة دي. وبدأت أجيب خرطة جبنة قريش أو قطعة جبنة قريش عليها بيضة. ده مقدار كوباية واحدة. لو عجبك الفطير وهتعملي كمية، اعملي كمية ضعف الكمية زي ما انت عايزة، كوب اتنين تلاتة زي ما انت عايزة. يبقى جبت كوباية عدس منقوعة في مية مغلية، بوريكم هي قد ايه كانت نافشة وجميلة ولذيذة. وبعد كده حطيت عليها قطعة من الجبنة القريش، وبعد كده حطيت عليها بيضة، وكوباية الا ربع من الحليب. يلا بقى احنا دخلنا الفيديو على طول وما صلناش على الرسول. نصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. عندك زيت ذرة، زيت زيتون، اي نوع زيت صحي عشان تبقى الوصفة كاملة من الحاجات الصحية كلها. نزلت بنص كوباية من الزيت، اي نوع زيت انت تحبيه. لو حابة بقى تدخلي اي زيت صحي في الوصفة زي زيت الزيتون او اي زيت صحي عشان الوصفة تبقى كده مكتملة بانها تبقى وصفة صحية، اوكي. وكمان حطيت معلقتين من الزبادي. الوصفة كده مفيش فيها أي حاجة، مفيش فيها أي افتكاسات أصلا. يبقى هي كوباية عدس عليها بضاية عليها قطعة جبنة قريش، كوب من اللبن، نص كوباية زيت، وحطيت كمان رشة خفيفة من الفلفل الأسمر على البيضة عشان الزفرة. بسرعة على الخلاط أو أيا كانت هتضربي فيه أي حاجة هتضربيها. اضربي أبسط حاجة الخلاط واضربيها ضرب كويس جدا، ولو موجود عندك هاند بلندر اضربي بيه عادي مفيش مشكلة لحد ما يوصل الخليط عندك بالشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده. انا كده ضربتها ضرب جميل جدا. وصلت معايا بقى الكيكة او الفطيرة بالطريقة دي وبالشكل دي وبالنعومية دي. انا كنت ناسيه احط عليها مكونين وهما مكونين اساسيين عادي. حطيتهم بقى دلوقتي، انا نزلتها في الطبق ده عشان اقلب فيها المكونين دول. نص معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم او الكربونات، ده نص معلقه. ومعلقه من البيكنج باودر، اهم حاجه عشان ما تطلعش الكيكه بتاعتي او الفطيره بتاعتي معجنه. دول هينفشوا في الكيكه ويخلوها جميله ويخلوها مش معجنه، وهيرفعوا قوام الكيكه معايا او الفطيره معايا. وصفه صحيه جميله جدا. حته قطعه جبنه بقى ممكن ترش عليها انتي او تحطي عليها على الوش اللي انت عايزاه تبقى شبه البيتزاية برضو. يعني ممكن تلعبي في مقاديرك دي زي ما انت عايزة زي ما انت حابة. قطع زيتون بقى مخلية، شرايح قطع جبنة موتزاريلا، شرايح فلفل، شرايح طماطم، اي حاجة تحطها على الوش اوكي. وتبقى كده الفطيرة كاملة ومتكاملة مش محتاجة اي حاجة. بدأت أجيب الصاج بتاعي أو الصينية بتاعتي أو أيا كان اللي هدلق فيه أو هحط فيه المكون بتاعي، دهنته بالمادة الدهنية. وبدأت إن أنا أنزل بقى بالخليط بتاعي فيه. نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. رشة خفيفة بقى من السمسم،
مش موجود سمسم، حابة تحطي حبة البركة، حابة تحطي بقى زيتون، حابة تحطي بقى كل المكونات دي مع بعضها ميكس، اوكي. حطيها مفيش مشكلة، مع الجبنة الموتزاريلا، مع شرايح فلفل، ايا كان موجود عندك. مش موجود وحابة تسيبيها شرايح كيكة او فطيرة سادة خالص، اوكي. دي شكلها بعد ما دخلناها على الرف الاوسط على نار متوسطة الحرارة من تحت، بس ما تولعيش من فوق.